السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. يعني أزمة التحكيم النهاردة كانت مشتعلة جدا ومستعرة في كذا اتجاه. عايز أقول لكم إنه مبدئيا الاجتماع اللي اتعمل في أحد فنادق مدينة نصر للاستعراض الحالات اللي حصلت هذا الأسبوع لمدة ساعة تقريبا، وخدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي وقت كبير من المناقشات. المهم انه كابتن محمد فاروق رئيس اللجنه المكلف برئاسه اللجنه غاب عن الاجتماع ده لانه كان مرتبط باجتماع مهم مع الاستاذ جمال علام في اتحاد الكوره، ويبدو انه الامر فيها كلام كتير لسه جاي. انما الاجتماع بتاع مدينه نصر جلسه ترأسها الكابتن ابراهيم نور الدين، وطبعا وقائع مباراه الزمالك والبنك الاهلي حظيت بالقدر الاكبر. تقريبا ساعه وهم بيحللوا في تحقيقات في حالات الاسبوع الاول من الدوري، لكنه ماتش الزمالك خد جانب كبير. انما المناقشات بين الحكام واللجنه انصفت البنك الاهلي في مباراه الزمالك، لكن فجرت كذا مفاجاه. انصفت البنك الاهلي وثبت للجنه انه ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا للبنك الاهلي سلام والقرار فيهم صحيح. اتضح كمان انه الخطا اللي اتحسب ضربه جزاء على البنك الاهلي وفاز به الزمالك قرار باجماع معظم الاراء اللي حاضره كان قرار خاطئ، ان لم يكن اجمعوا عليه كلهم. يمكن ابراهيم نور الدين الراجل تحفظ شويه، بس بينه وبين الناس قال لك لا مش بنالتي. هنا كانت المشكله. اولا هم استمعوا للتفريغ الصوتي للحوار اللي حصل بين الحكم محمد عادل وبين غرفه الفار ميدو سلامه محمد سلامه، ودي كارثه حقيقيه، كارثه بالمعنى الحرفي في التحكيم. ميدو سلامه الكره جت من الارض لايد لاعب البنك، الحكم اوكي حاسب فاول على المهاجم على لاعب الزمالك. فجأة ميدو سلامة بيقول له تعالى ده فيها شبهة ضربة جزاء، تعالى شوفها، تعالى شوفها يا عادل، تعالى شوفها يا عادل. ده كلام ميدو سلامة. لقوا طلع محمد عادل شافها لأول وهلة النص اللي موجود يخرب بيتك يا ميدو، دي جاية من الأرض ما فيهاش حاجة، الكرة جاية من الأرض ما فيهاش حاجة. وكان واضح في التسجيل لابراهيم نور الدين واعضاء اللجنه لما سمعوا التفريغ ان هو الجلسه كان بيديرها حتى من ناحيه الفيديو الكابتن سيد مراد، وكان الدكتور عزب حجاج طبعا المكلف هو الاخر باداره اللجنه مع ابراهيم نور الدين ومحمد فاروق. فيخرب بيتك يا عادل، يخرب بيتك يا ميدو، ده ما فيهاش حاجه، ده الكره جايه من الارض والايد في الوضع الطبيعي، الوضع المبرر. كان المفروض عادل خلاص انت اعلنت عن قرارك ان دي مش ضربه جزاء، فجاه ينزل الملعب يصفر ضربه جزاء. عشان كده تم إحالة طاقم التحكيم بالكامل للتحقيق بكرة في اتحاد الكرة. محمد عادل والمساعدين بتوعه هاني عبد الفتاح وخالد حسن، والحكم الرابع محمد العتباني، وحكم الفار ميدو سلامة، وكان بيساعدوا فيها محمد أسامة. الكل للتحقيق. بس هنا عايز نقف عند ليه ميدو سلامة. أولا الاستقرار بعد لجنة التحقيق بكرة حسب مصادر مقربة من اللجنة، عقوبة ميدو سلامة هتبقى ضعف عقوبة محمد عادل. محمد عادل في الغالب ممكن يتوقف شهر، ميدو هيتوقف شهرين. ليه؟ هنا انت حكم فار، واساس الشغلانه ديت ان انت بتراجع على الحكم بتدقيق. طيب اي حد عارف ان الكره جايه من الارض فبالتالي ما فيهاش ضربه جزاء، والكل مجمع على كده. انت ازاي حكم ميدو سلامه ده من منطقه بورسعيد، انت ازاي فعلا تجيبه؟ عندك هنا حلين. لو انت شايف ان دي ضربه جزاء يبقى عندك مشكله فنيه، استناني بقى كتير. لو انت مش شايف فيها ضربه جزاء لكن بتورط عادل في توقيت قاتل، هنا في سوء قصد وسوء نيه وكلام كبير قوي. ايه اللي يكشف عنه التحقيق؟ يتقال والله لما يروح التحقيق ميدو سلامه ويقول انا شايف ان هي ضربه جزاء، يتقال له لا انت محتاج ترجع تتاهل من جديد في فهم القانون، لانه دي واضحه جدا. لكن لو انت شايف ان زي ما كل الحكام وكل الناس شايفه ان دي جايه من الارض فما بتتحسبش بنالتي والايد في الوضع المبرر الطبيعي بتاعها، يبقى جبت الراجل ليه؟ جاي بتورطه، جاي تحطه في مأزق وتوتر في لحظات قاتله. لا هنا في مصيبه تانية. عشان كده عقوبه ميدو سلامه هتبقى ضعف عقوبه عادل. هنا محمد عادل انت خدت القرار الصح في الاول ان هي فاول على المهاجم لاعب الزمالك. طيب رقم اتنين هو ورطك واستدعاك، ماشي، هتروح تبص، رحت بصيت واعلنت عن موقفك وقرارك كان سليم انه ما فيهاش حاجه، الكره جايه من الارض،
ايه اللي حصل في الخطوتين اللي جريتهم للملعب تصفر وتدي ضربه جزاء؟ هنا الامر حسب تفسير بعض خبراء التحكيم انه الواضح جدا انه محطوط تحت ضغوط شديده، واحتسابه ضربتين جزاء للبنك الاهلي والمباراه متوتره، شاف ان الدنيا هيبقى فيها ضرب نار لو ما حسبش ضربه الجزاء اللي ورطوا فيها ميدو سلام. فواضح جدا انه عادل يعني راجل المفترض شخصيته كويسه، بس واضح جدا انه شخصيته اهتزت جدا وخاف، فراح مصفر ومدي ضربه جزاء، لانه هو بصوته بعضمه لسانه اللي التسجيل جايبه بيقول له يخرب بيتك يا ميدو ما فيهاش حاجه. الطاقم كله بكره قدام المستشار القانوني للجنه، مش المستشار القانوني لاتحاد الكوره، في مستشار قانوني للجنه احد الحكام الدوليين السابقين، هو محامي، فهو اللي بيجري التحقيقات في الامور ديت، وده شيء كويس ان جانب فني مع جانب قانوني. وهيرفع قراره للكابتن محمد فاروق ويشوف مجلس الاداره في الاتحاد هيقول ايه. محمد عادل 46 سنه دلوقتي، يعني السنه دي واخد سنه استثناء بعد السن القانونيه، وان كان الفيفا فتح السن القانونيه للحكام، ما دام قادرين وما دام عنده بقدر المناسب من اللياقه البدنيه والذهنيه مفيش مشكله في السن، لكن كده واضح ان في مشكله في السن وفي مشكله في الوضع وفي الفار وفي حاجات كتيره. واضح انه المسائل فيها مشاكل جامده جدا. جهاد جريشه، الكابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق، طلع في التصريحات النهارده هو رخر اتحول للتحقيق. طلع قال لك بصراحه التحكيم عايز يجي على المحاره. يعني انا بتفق معاه، يعني كلنا عارفين انه الامور وصلت لحد ما ينفعش تتساب كده، والتدخلات الكتيره في التحكيم هي اللي عامله ده، وان انت تعين 2 رؤساء دي مسائل غريبه جدا، وانه حد يشعر بنفوذ عليهم ده حد مشكله ثالثه، وانه اللجنه تدار من الخارج دي مصيبه رابعه، وان الاتحاد يسيبها موجوده لغايه لما شهر 12 يجي والاتحاد الجديد يجي دي مصيبه اكتر، لانه انت ده بالشكل ده ما تعيش اسبوع. فبالتالي جهاد جريشه على تصريح المحاره تم احالته للتحقيق هو اخر امام لجنه الحكام في منطقه الغربيه باعتباره من ابناء الغربيه، هو من اجا اهليه، فواضح انه بين الدقهليه والغربيه. فالكابتن ابراهيم نور الدين قال لك جهاد يروح يحال للتحقيق، وبعد كده نشوف في نتيجه التحقيق هنبلغ اللجنه الاولمبيه ونبلغ اتحاد الكوره عليه. ده الازمه الكبيره اللي حاصله في التحكيم، لكنه بكره نشوف اللي هيحصل. النادي الاهلي النهارده استأنف تدريباته بدون راحه في 4-5 حاجات مهمين في الاهلي. بدايه اتحددت مباراته الاولى في دوري الابطال اللي بيدافع فيها عن لقبه بطل للاميره يوم 26 نوفمبر في استاد القاهره مع استاد ابيجان الايفواري، وده هيكون اول ماتش على استاد القاهره بعد عودته وفتح الابواب بعد انتهاء فتره الصيانه والبذره الشتويه في نجيله الملعب. انما كمان جهاز الطب النهارده الدكتور احمد جاب الله بيطمن على حاله محمود عبد المنعم كهربا. كانت الناس قلقت من غياب كهربا عن قائمه الفريق في المباراه الاخيره مع سيراميكا كليوباترا، لكن اتضح انه في كدمه شويه في الركبه، فكان اجز من التمرين الاخير وغاب عن قائمه المباراه. النهارده الدكتور جاب الله اطمن عليه وطمن مستر مارسيل كولر. بكره عفوا الاثنين الفريق هياخد راحه وهيتمرن الثلاث والاربع علشان ماتش الخميس. دي مسألة بالنسبة لكهربا. عمرو السولية هو آخر برضه عنده إصابة خفيفة من تمرينة من المشاركة في المباراة، هنشوف الوضعية بتاعته بكرة بعد الراحة والأشعة. لكن ياسر إبراهيم التشخيص بتاع إصابته شد في عضلات البطن بياخد البرنامج التأهيلي والعلاجي بتاعه، وإن شاء الله يجهز في أقرب فرصة. بمناسبة الدكاترة سيبكم بقى من الكلام اللي قاله الدكتور عماد فاروق الراجل المستثمر النفسي، يعني الراجل عايز يبقى اسمه المستثمر النفسي، وكان احنا ناقصين استثمار في العقارات هنيجي نستثمر في نفوس الناس. لكن ما علينا، سيبكم من كل حاجه. اعتقد اكبر حد اكد صحه قرار الكابتن محمد رمضان بانهاء عمل الراجل ده قبل ما يبدا مع عماد فاروق، اكتر حد اكد قرار رمضان وسلامته هو عماد فاروق نفسه. كلام الكل اللي قاله امبارح مع الكابتن مع الزميل هاني حتحوتي اكد ان القرار بالاستبعاد او بالاستغناء عن خدماته سريعا قبل ما تبدا كان قرار صائب جدا، بل ربما قرار التعيين او قرار اصلا بحث التعاون معاه كانت مساله فيها شيء من التسرع شويه. عايز اقول لكم انه في الطريق يرجع الدكتور احمد ابو الوفا المعد النفسي السابق، كان ليه دور كويس وواضح جدا انه اللعيبه كلها طلباه ومبسوطه منه، وفي بعض اللعيبه ما زالوا بيتعاملوا معاه من الخارج في حته الدعم النفسي والتاهيل الذهني، يبقى سبورت ليهم في حاجات معينه. فواضح انه الدكتور ابو الوفا بيحظى بقبول كبير بين اللعيبه، قد يكون ده
سبب كافي انه يرجع ان شاء الله تعالى في الفتره القريبه، يبقى ده في قرار فيها اذا ما ارتأى طبعا اداره الكوره ده. بمناسبه جهاز الكوره، بيبحث الجهاز اعاده العمل بالمكافآت الاستثنائيه للعيبه اللي بتجيد كمكافاه اجاده. اللائحه الحاليه اللي معمول بيها ما فيهاش مكافاه اجاده فرديه، لكن واضح جدا انه في بعض الناس بتتألق بشكل استثنائي يستحقوا معاها المكافاه والحافز. فهيبقى في مكافاه اجاده استثنائيه يستحقها عن المباراه الاخيره طبعا محمد الشناوي. الشناوي عمل مباراه كبيره جدا، هو اللي حفظ للاهلي فرصه صد ومنع كم انفراد خطيرين، فبالتالي الشناوي بيستحق هذه المكافاه الاستثنائيه وهذه مكافاه الاجاده. طبعا لو هنتكلم على وسام وهنتكلم على طاهر، وطاهر ده لوحده حكايه الحقيقه، يستحق يعني كل التقدير، نموذج دلوقتي في التفاني والتركيز والعطاء وثبات الشخصيه. الحقيقه حاجه رائعه جدا. امام عاشور ووسام مش جديد عليهم، ولا حسين الشحات مش جديد عليهم هذا المستوى العالي من الاداء، لكنه اللي جاي في مباراه زد يوم الخميس مساله مهمه جدا للكل، ان انت تثبت الصوره عند الحاله المرتفعه. وممكن يكون ان شاء الله تعالى في مكافاه خاصه جدا لطاهر محمد طاهر من الكابتن حسام حسن، انه العين على طاهر وبقى واحد من المرشحين للانضمام للمنتخب لمباراتي الراس الاخضر وبوتسوانا، وده ان شاء الله يكون اختيار مهم جدا لطاهر، ودليل دامغ على قدرة الإنسان وقدرة اللاعب إنه يقدر ينقذ فرصته ويقدر يتحدى كل الصعاب ويقدر يقفل ودانه على السوشيال ميديا وعلى أي ضغوطات وعلى أي مناغصات ليه، ويلعب ويرد في الملعب. طاهر ضمه للمنتخب في حد ذاته خبر مهم جدا جدا بالنسبة له، ومكافأة إن شاء الله يكون جدير بيها. ده فيما يخص طاهر محمد طاهر. وبمناسبة أداء الفريق، عجبني رأي القبطان الفنان القدير الكبير الأستاذ نبيل الحلفاوي، وده يمثل بالنسبه لمارسيل كولر التحدي الحقيقي، لانه الاستاذ نبيل الحلفاوي قال لك رائع انه الضغط العالي يبقى سمه اداء الاهلي. شيء رائع جدا، لانك لما بتضغط عالي انت بتغلط اي فريق وبتمنعه انه يجي عليك، وبتقدر انت تصنع خطوره في اماكن حساسه، وظهرت في الاهداف اللي الاهلي بيستغل فيها اخطاء المدافعين. لكن راي الاستاذ نبيل الحلفاوي كمان انه المساله دي مش سهله، مفيش فريق هيقدر يمارس الضغط العالي اطول فتره، بدنيا مجهده جدا متعبه. فبيقول لك انه كسب الرهان الحقيقي فيها محتاج ان انت تجهز كل اللعيبه بدنيا وتستخدمهم في وقت مبكر. يعني مش ان انت هتفضل شغال ضغط عالي، مش هتقدر اللعيبه تسعفها ابدا، حالتها انه يفضل شغال ضغط عالي طول المباراه وما تستبدلهمش الا بعد الدقيقه 70 زي كان ما بيحصل من مستر كولر. لكن هنا توزيع الجهد بشيء من التبكير شويه، تقدر تعمل تغييرين 3 بين الشوطين، تقدر تتدخل في وقت مبكر شويه علشان تقدر تحافظ على السمه اللي نبيل الحلفاوي بيشوف ان هي تبقى سمه من سمات شخصيه الاهلي في الاداء، الضغط العالي الدائم. دي مساله محتاجه حاله بدنيه عاليه جدا، اظن مارسيل كولر ان شاء الله تعالى يكون مهتم بيها ومنتبه ليها ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.